جدور على الجهه اليمنى، عكاش على الجهه اليسرى، عادل رمضان، علي ومنصور، مكاري في وسط الميدان، راجب عبد القاسم، محمد الحداج وعمر المخجع. على مستوى الهجوم عبد العاطي، العباس يانس، محمد سلتو ومحمد عبد السلام. بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري بحرس المرمى رئيس قندوز، مختار الخيثر، العوفي، يوسف سين الدين، بالعيد ايوب، عبد الله وزكريا ضراوي، اسامه الدين، رساء قندوسي، الحمري ايمن طاحيوس، واطراف المزيان للفرقه الجزائريه على الجهه اليسرى، الحمري بالقدم اليسرى. الحمري كان سرع في الكره الماضيه وكان عنده كل المساحه ذلك من الانطلاقه، لا حسام ولا حسام. العوفي في الكره الماضيه تمكن كره ليبيه على جهه او في وسط الميدان، تدخل موجود، حكم المباراه يقول في مخالفه لمصلحه المنتخب. على مستوى بنك الاحتياط الان مشاهدينا الكرام، مدراء المنتخب الليبي معاذ العقمي، مرتضى الوحشي، علي النصراتي، بارطاجي خويا، بارطاجي خويا، بارطاجي باش واحد ليبي، شبشوف، علي عرقون، معاذ عيساني، طلال فرحات وصالح فكرون. بالنسبه للمنتخب الجزائري شمس الدين الرحماني، شعيب كذاب، وزيد هيري، اكرم جريد، كريم علي طرح، وطه تتحضر، اسامه الشده، اسلام بالخير، سعد رضواني، شعيب ذبيح، محمد عيد الحاج وهو امام. كره جزائريه، حاملين منكم وجه ثاني، طويله اماميه، وصلت لمزيان، سيختفها مزيان داخل منطقه الجزاء. الاسرع هنا كان الحارس اللافي من امام سرعه الخبير عبد الرحمن مزيان، اللي قلت انه مفتاح المنتخب الوطني الجزائري عنده هو سواء او قندوسي. شوفهم احسن جاهزيه بدنيه وفنيه ايضا، خاصه ما يعيشانه رفقه الوفاق الصيفي واتحاد الجزائر على مستوى الرابطه المحترفه الاولى للتراث المحلي. هذا التميز، هذا التالق والجفاء المستغل على مستوى خط المقدمه ايضا، وهذا ما سيعمل عليه بشكل مدرب مجيد مكرر ربما في اقحام مهاجم جديد في صفوف المنتخب الجزائري. المشاهد العلمي، المشاهد ايضا على مستوى صناعه اللعب، فتح الله لاعب البلوتيه، ولماذا ايضا اكرم جريد بخبرته وتجربته وجودته ايضا قد يقدم الاضافه لمصلحه المنتخب الوطني الجزائري. رمي التماس ولعبت بشكل خاطئ، حكم المباراه يقول يمنح اشاره اعاده رمي التماس في تنفيذها عكاشه. تغطية براس على مرتين، حكم المباراة يدور بالضربة الأفضلية. جميل في هذا الحكم أنه يخلي اللاعب في الكثير من المناسبات حتى لا يقتل الريتم، وهذا أمر مهم جدا. العودة للخلف من الحمري، مختار الخيثر، الجزائرية في وسط الميدان لعبد الله وأيوب، يخرج مع زين الدين بالعيد، تأتي المساندة من الحمري، آخر الحمري، وانطلاقه ليبيه على الجهه اليسرى، حذاري من الانطلاقات السريعه والثغرات الموجوده في الدفاع الجزائري. التسديده حامله بعيده كل البعد، تحولت الى ركله مرمى امام الحارس مارتينز، المدرب الفرنسي للمنتخب الليبي. قلت كان عنده مشوار اكثر من رائع رفقه المنتخب الموريتاني. الصورة الجميلة للجماهير الجزائرية الحاضرة من عدم المدرجات. قندوس يستقبل الكرة في وسط الميدان، زكريا ضراوي، لمسات قصيرة مهمة، هي راح تعطينا الروح وهي راح تعطينا الحل أيضا. أمام منتخب متكتل لا يمكنك إلا أن تلعب التمريرات القصيرة، وبتقنياتك ومهاراتك فقط يمكن تكسر حاجز دفاع متكتل يلعب في الخلف. أيوب عبد الناوي، قولوا لي الصوت الصورة إلى الجهة اليمنى، زين الدين بالعيد، مختار الخيثر، واحد من العناصر اللي كانت ناشطة في الشوط الأول. مختار الخيثر على الجهة اليسرى، قندوسي طلب الكرة من العوافي، هل ستصله الكرة العوافي في الصراع على الجهة اليمنى رفقة جدور، عادت ليبيا من جديد، الصراع موجود، تمريرة أمامية، تغطية دفاعية من عبد الرحمن مزيان اللي عادي مساندة الزملاء بشكل رائع، حابين بهذا الشكل مزيان بأطوالك الهجومية، لكن واجهت في دفاعية، واجهت مختار وتوسعات داخل منطقة الجزاء، خيارات دفاعية حاضرة على مزيان، واحد على واحد مزيان، سيمر واحد على واحد، ضمننا مزيان، عندك الإمكانية والمهارة التغطية للأعوام في التوزيع، رصيح طحيوس، يا أيمن، عادت من جديد جزائرية. جميل أن نبتدي الشوط الثاني بهذا الضغط، بهذا
الريتم بهذا التواجد من امام منطقه الجزاء. العوده للخلف لمختار بالخيثر يبحث عن المرور. مختار سيسدد يتوغل داخل منطقه الجزاء الى محيوس. مختار بالخيثر يا محيوس يا محيوس يا محيوس، اعطاك الكره للتسجيل، اعطاك الكره للتوغل على الاقل. جيب لنا ركله جزاء من خلال التوغل في الكره الماضيه. جزائريه دائما تبع الريتم من قبل المنتخب الوطني الجزائري. تغيير رائع من القدم اليسرى من قبل ميليسا، وصلت الى العوافي وحيا رواه العوافي في زراعه الجدور يتفوق العوافي ويواصل. هذه هي ركنيه السنه في الكره الماضيه. يوسف العوافي يتحصل على ركنيه لمصلحه المنتخب الجزائري. بدايه الشوط الثاني احسن من الشوط الاول بالنسبه للمنتخب الجزائري. الوجه اللي نشوفوه الان في الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاول. بدايه كانت حاضره والان بدايه الوجه قويه. ركنيه جزائريه مع الدقيقه 58. الحان الاوان لافتتاح مجال التسجيل بالزياده الارضيه داخل منطقه الجزاء. تأثير قبل الحارسي اللافي والسقوط سيء. ان شاء الله سلامات للافي سليم وعافى في الكره الماضيه. 52 دقيقة في هذا الشوط الأول. أيمن محيوس 4 أهداف رفقة اليسرى اتحاد الجزائر هذا الموسم في جميع المسابقات. الكرة لعبت بشكل رائع وذكي، لكن الذي خرج أمام أيمن محيوس في التوقيت المناسب وأبعد الكرة الماضية التي كانت صعبة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. لا تكمل قيمة طوال الإقامة. حارس طويل الإقامة هذا ليس بالضرورة أنك حارس تتفوق في كرة العالم، لأن التايمينج التوقيت مهم جدا. وإذا التوقيت كان رائع بالنسبة للحارس اللي خرج أمام أيمن محيوس لقوته تكمن في الكرات العالية والضربات الرأسية. قام بالسلامة الحارس الليبي يرسل كرة طويلة أمامية دافي في وسط الميدان. محمد الحداج في الصراع موجود في المنتصف. اخذ وراء بيريسا يتفوق. ايمن محيوس يقف في الكره، ضرب الكره على جنب الله الحمري. لم يشاهد كثيرا، لكن من انطلاقه واحده، من كره واحده، من مرور واحد ممكن تصنع الفرق. اللعب بشكل رائع امام مزيان. الكره في حضر مزيان، لكن شوفوا شحال من لاعب امام مزيان. تقريبا 3 لاعبين المنتخب الليبي خارجين من المنتخب الجزائري، ويعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه. قوته طبعا متمثله في القندوسي ومزيان والحمري وميرزا ايضا، فبالتالي كل هذه اللاعبين ما شاهدناهمش بشكل كبير في هذه المباراه طبعا ما عدا ميرزا اللي كان كويس صراحه. كره جزائريه وصلت الى يوسف العوافي، تمريره بينيه ممتازه لاتجاه تراوي، يقوم بالمساعده الهجوميه تراوي. القراءه الدفاعيه تاتي من قبل منصور بكاري الى رميه التماس لفائده الخبر لفائده محارب يسار. العوافي يوسف العودة لمنتصف الميدان. مدافعين الجزائر متقدمين. بارطاجوا خوتي، بارطاجوا، الله يحفظكم، بارطاجوا. هذا الحمري ضرب بشكل رائع، يبحث عن زميل وجد القندوسي. زميل كان سيء ولا القندوسي حتى التمريرة كانت قوية نوعا ما. انتظر الحمري كرة القندوسي. يلا يا محيوس، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. يا محيوس يا محيوس يا محيوس، هي ركلة جزاء واضحة واضحة للعيان. فقط عندما يكون الضغط تأتي الأخطاء. وقع المنتخب الليبي في الخطأ. أيمن محيوس خطأ، سرقة أيمن، نعم سرقة. ضربة جزاء واضحة للمنتخب الوطني الجزائري. أول سيناريو في المباراة قد نشاهده يا محاربينا. أول سيناريو في المباراة قد يكون على ملعب نيلسون مانديلا. خطفها الخطير، خطفها المكير. أيمن محيوس توغل، ركلة جزاء لفائدة منتخبنا الوطني. في لحظة فقط بشكل رائع المنتخب الوطني الجزائري. الدفاع الليبي لم يتعامل بالشكل اللازم في الكرة الماضية، وأيمن محيوس كان ذكيا. هذا ذكاء مهاجم، التواجد في العلبة في الصندوق داخل منطقة الجزاء، وسينفذ بنفسه ركلة الجزاء. أنت أمام مسؤولية جديدة يا أيمن محيوس، وأنت أمام فرصة العمر. ستدخل التاريخ لأنك هو اللاعب بإذن الله. سجل في ملعب نيلسون مانديلا. حابين تركيزك،
يعرفون كيف يصلون إليها. الشوط الثاني كان مختلفا بقراءة فنية للماشيك ماجد بوقرة. 1-0 لمحاربي الصحراء أمام فرسان المتوسط. وما زال فيما تبقى من زمن المباراة. أصعب شيء تسجيل هدف الافتتاح، أصعب شيء الوصول إلى الشباك في مباراة مغلقة، في مباراة افتتاحية معقدة. وجدنا الحل من ركلة جزاء. محيوس 1 المنتخب الليبي لا شيء. رؤية عملية راح يعطيكم ثقة أكبر. استمرار في هذه المباراة راح يخلي أيضا المنتخب الليبي يخرج من دفاعه بعيدا عن الهجوم. ماجد بوقرة شاهدناه شرب القليل من المياه، كأنه ارتاح، كأنه كان يعرف أنه بارطاج اخوتي، رانا رابحين 1-0. بارطاجوا. لأنه راح يخرج المنتخب الليبي من منطقته ويخلي أشباله أيضا يخرجون ما في جوفهم، ما في جوفتهم من إمكانيات المباراة. على الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب الليبي. الضغط يأتي من زكريا دراوي على حامل الكرة، عادت على الجهة اليسرى بين يوجد عكاشة، وصلت إلى منصور مكاري. الضغط من أيمن محيوس على علي السلامة. أيمن محيوس سقط فوق أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات يا أيمن. واجب كرة واجب يمين واجبة شقيقة. صحة وسلامة اللاعبين فوق كل اعتبار. أنا ماجد بوقرة الظاهر في الصورة. عرفنا ثقة فيك يا ماجد كبيرة جدا. الجماهير الجزائرية تحب الكلام، تحترم طبعا كمدرب، وأنت تعرف جيدا ما يجب وينبغي فعله بقدر المنتخب الوطني. شوف هدوء، شوف تركيزه يا محيوس بشكل رائع ومميز بطريقة هادئة. وضع الكرة في جهة والحارس كان في جهة. على قندوز لا يريد أن يشاهد. شاهدها يا قندوز، زميلك في الاتحاد حطها في الشباك ومنح الأسبقية للمحاربين. 1 مقابل بعد مرور 60 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني. يا سلام على الصور الرائعة في المدرجات. صغار كبار حاضرين في المدرجات. حب نشوف الصور المميزة والرائعة والمناظر الجميلة جدا في الجزائر. كرة ليبية في الخط الخلفي، الخروج بالكرة إلى الجهة اليمنى. عادت للعوافي يرسل كرة طويلة أمامية لمصلحة علي سلامة. هذا اللاعب من أقدم العناصر في المنتخب الليبي، حضر في 2014 لما توج المنتخب الليبي بالشان. منتخب طبعا الليبي الذي كان فاز في الشان 2014 بجيل كان مميز من اللاعبين. وتغيير جديد في صفوف المنتخب الجزائري الآن. يبدو أنه كريم العريبي من يستعد للدخول في صفوف المنتخب الجزائري. فعلا كريم العريبي في مكان أيمن محيوس يسجل الهدف في كل مصاب. سلامات يا أيمن، سلامات إن شاء الله يا محيوس، إن شاء الله سلامات للاعب أيمن محيوس اللي غادر متأثرا بإصابة ودخول. بارطاج خوتي، بارطاج. قد يخطفها كريم العريبي باستلام على الدفاع الليبي بقيادة المدافع منصور مكاري. يرسل كرة طويلة أمامية. حذر كل الحذر الآن من الهجوم الليبي سيخرج. لن تتوقعوا أنكم ستشاهدون المنتخب الليبي يلعب الشوط الأول. سيخرج ويرمي بكل ثقله بالهجوم قصد معادلة النتيجة. هذا الأمر سيكون في صالح المنتخب الجزائري. سيرى المرتدة من أجل فقط الهدف الثاني للمباراة. واجب كذا صالح المستمرة لعناصر القضية الميدان. أجواء رائعة، ممتع جدا ما يقوم به الجمهور الجزائري. بارطاجوا باش ما تنقطعش الكونيكسيون. بارطاجوا ربي يحفظكم. هذه الجماهير التي لم تنزل ايديها تماما في مساندة منتخبها الوطني وكل من يمثل العالم الجزائري في احلك واصعب الظروف تتواجد لمساندة الكرة الجزائرية.
في مختلف المنافسات الخارجية والإقليمية. كرة إلى رمية التماس لفائدة المنتخب الليبي. محمد الحداج إلى الجهة اليسرى، العودة لعلي سلامة القائد في الخط الخلفي، يبحث عن سبيل متحرر. كريم علي يضغط على حمل الكرة. ليبيا في وسط الميدان، سيشهد التاريخ أن أول لاعب سجل على ملعب نيلسون مانديلا بالراقي هو أيمن محيوس في افتتاح شان الجزائر وفي شباك المنتخب الليبي. كرة ليبية في وسط الميدان، عمر النخجة رقم 10 هذا فنانو يشبه قليلا معيد اللافي لاعب السابق لاتحاد الجزائر في الفورمة حبايبي من المنطقة الليبية. تدخل مميز ورائع حتى يكون كرة كان يلعب الكرة من إسحاق. أم ترى يا حسام هذه أهمية التايمينج، الوقت التوقيت المناسب للحدث عليه باكل في هذا الوضع داخل منطقة الجزاء. واللاعب الليبي مندفع، وجب أن تكون لاعب عندك الأعصاب وعندك خبرة وعندك ذكاء خارق أيضا لكي تتعامل بهذا الشكل. طبعا عبد الرحمن الزيان الكرة الوصلات عبد الرحمن يا عبد الرحمن شاهدتك منطلقا طالبا للكرة. عبد الرحمن خلف ظهر الدفاع الليبي فعلا وصلته عبد الرحمن، وكان قريبا لمضاعفة النتيجة في الكرة الماضية لولا تألق الحارس الليبي اللافي الذي حرم المنتخب الجزائري. وعبد الرحمن الزيان من ثاني الأهداف الرشيك. تصريحات كثيرة كانت عنده خاصة تصريح التلفزيون الجزائري كان يتحدث على أهداف ونقاط عديدة جدا، وقال أريد التتويج بهذا اللقب وسنمنح الجزائر بحرية هذا اللقب بالتفاف الجميع وبمساندة الجميع طبعا خلال هذه الشرحة من التوزيعات داخل منطقة الجزاء. المتابعة بالراس تحولت إلى ركلة مرمى، كانت التوزيع بواسطة اللاعب عكاشة، الحذر منه عكاشة وكذلك جدور، هذه الظهيران الأيمن والأيسر خلف كل حملات الهجوم الليبي. منتخب ليبيا مشاهدينا الكرام كان وصيف كأس افريقيا 1982 خسر النهائي في البطولة التي أقيمت في ليبيا امام غانا بركلات الترجيح. تولج الشوط الثاني بركلات الترجيح، وكان نجم البطولة هو الحارس الدولي. بارطاجو خوتي بارطاجو باش الكونيكسيون ما تنقطعش. من لا يعرف محمد مشروش المميز في الكرة الليبية. اللاعبين طبعا الليبيين المتواجدين حاليا في التشكيل الليبي في هذا الشان علي سلامة وعلي السد. يتوج المنتخب الليبي كان المدرب الاسباني الباسكي خافيير كليمنتي، واحد من الاسماء التي مرت على الكرة الليبية واعطته تميز. وبطاقة صفراء للاعب رقم 18 من جانب المنتخب الليبي عبد العاطي العباسي بعد تدخل تكتيكي فقط الكرة الماضية لفائدة المنتخب الليبي. 65 أو 66 دقيقة مع مشاهدينا الكرام متابعينا، لا يزال التفوق جزائري بهدف واحد دون مقابل سجله أيمن محيوس بعدما حصل على ركلة جزاء. كرة عملية من قندوز أليكسيس، كان يختبر كثيرا قندوز، ما شاهدناش هجمات ليبية كثيرة خاصة في الشوط الأول. مختار الخيط الحذري خلفك، العودة إلى الخلف يا مختار، اختارت المراوغة بشكل رائع والمرور روعة هائلة اللاعب مختار الخيط، إضافة قوية ميريزا ممتاز، تدخل موجود. الآن تحس أن اللاعبين الجزائريين أكثر تحرك في هذا الشوط الثاني، تحركوا نفسيا وبدنيا وفنيا أيضا. نشوفوا بأن اللاعبين تحرروا أكثر من يشوفوا حتى يعني لمسات فنية وتقنية من اللاعبين ما شاهدناش في الشوط الأول من جانب المنتخب الوطني. تسجيل هدف ثاني راح يعطيكم ثقة أكبر ونشاهدوا متعتكم. نعرف أنكم اشتغلتم منذ فترة طويلة وعندكم من الإمكانيات والمهارات ما يخولكم
ان تواجهوا اي فريق. الكره استردت بالحكم. القانون الجديد يقول تعطينا الكره يا حكم المباراه، وذلك ما سيكون خلال الكره الماضيه لمصلحه المنتخب الوطني الجزائري. بينما تغيير جديد في صفوف المنتخب الليبي بعد لحظات من إسحاق حسام الدين في الوسط. عادت إلى أيوب عبد اللاوي. أيوب يبحث عن سبيل متحرر. طويلة الكرة أمامية من تلقى العريبي. وصلت الكرة بخارج القدم التسديدة من الحمري. مرت كرة الحمري إلى ركلة مرمى في الكرة الماضية. تمريرة أيوب عبد اللاوي ارتباك في الدفاع الليبي، حاول ان يبحث عنها كريم العريبي فات وعادت الى الحمري اللي حاول التسديد بخارج القدم. وهذا شعيب ذبيح حديث جانبي مع مصباح مساعد المدرب ماجد بوكرة. جمال الدين مصباح رئيس المنتخب الوطني اللي كانت عنده تجربه حتى برفقه بيك ميرا. حديث عن ميراسي الذي الكبير اللي لعب عنده اسماعيل بن ناصر اللي بالمناسبه جدد عقده ليله امس لغايه 2019. لؤلؤه الكره الجزائريه اسماعيل بن ناصر. إذا تغيير جديد خروج اللاعب رقم 18 عبد الغني العباسي ودخول اللاعب معاذ عيساي إلى أرضية الميدان. اللي دخل معنا يبارطاجي الكونيكسيون ما تنقطعش. بارطاجو خاطي بارطاجو الكونيكسيون باش ما تنقطعش. أن يعتمد على هجومه من دون شك خلال هذا الشوط الثاني. هذا كورنتا مارتينز مدرب المنتخب الليبي فوجئ من دون شك ببداية قوية جزائرية في الشوط الثاني. أثمرت ركلة جزاء سجل منها المحاربون هدفا أسبقية في هذه المباراة إلى غاية التي تبقى صعبة جدا إلى غاية الآن وحتى إلى غاية نهايتها طبعا. ربيع تمازيدا لفائدة المنتخب الليبي تلعب بسرعة. الضغط على حامل الكرة من جانب المنتخب الجزائري وصلت إلى كريم العريبي. ربيع تماس سرعة كريم العريبي في الكرة الماضية. الكرة تحولت إلى ربيع تماس وشعيب ذبيح مكان الحمري الذي سيغادر الحمري لاعب شريبة الثورة يترك مكانه لشعيب ذبيح لاعب مولودية الجزائر في تغيير جديد في صفوف المنتخب الوطني والمدرب ماجد بوكرة. تمثل المنتخب الليبي ضيعة عادت لمصلحة المنتخب الوطني. تمريرات قصيرة استخلصت الكرة من جديد. عادت جزائرية تراوي رايح في المنتصف حذاري فقط يتراوي من هذه الكرات الصعبة وتسديدة قوية. هذه أخطر وأصعب كرة ليبية منذ بداية المباراة. التسديدة القوية من قبل عمر الأخجار بكل قوة. قندوز كان رائعا. روبون كان صعيب هنا على الحارس قندوز. الكرة استقبلت من أمامه ولكن قندوز كان موفقا وبعد إدارة ركنية أصعب كرة ليبية في هذا الشوط الثاني في المباراة. كتكون الانطلاقة الجزائرية في هجمة معاكسة صعبة لتبيح تمريرات العمق. وصلت يحسن الكرة مزيان مزيان انطلاقات سريعة واحد على واحد سيمر مزيان. التسديدة قوية يا مزيان يا مزيان كنت قريبا. كانت معك عديد الحلول في الكرة الماضية لكنك لم تتعامل بالشكل اللازم. لم يكن ابدا هنالك تسلل على انطلاقة مزيان السريعة. مر وانطلق لكرة اليسعى لو وسعتها هنا يا مزيان. قندوسي وذبيح في القائمة الثانية كانوا قادرين يقتلوا المباراة بهدف ريحنا اكثر من خلال هذه المباراة. كرة ليبية طويلة أمامية. مختار بالخيط الأول. عدالية مختار عادت من السلطو طويل القام السلطو لما يحط أيضا جسده فورما ما شاء الله تبارك الله. رجل الليبي السلطو واحد من الأسماء القديمة واللي عندها خبرة وتجربة أيضا في المنتخب الليبي.
الجزائريين تسجيلا في مرمى ليبيا هم عميروش عنده 3 اهداف، تصفيق عبد الحفيظ عنده 3 اهداف، وتوالي ايضا 3 اهداف، سوداني وبلومي وبدروني وكيلو عندهم هدفين امام المنتخب الليبي. كرة في وسط ليبيا، اول مباراة لعبت بين المنتخبين كانت في نوفمبر سنة 1967 عندما انتهت وجه بهدفين قبل تصفيات دورة الالعاب الاولمبية. هذا تاريخ ليبيا والجزائر. هدف رقم 49 اليوم يسجله محيوس منذ ان استلم المدرب مجيد بوكرة زمام الامور وتدريب المنتخب الوطني الجزائري. عبد الرحمن مزيان الى مانيا مزيان الى قندوسي الاستراء، يخرج علي السلامه بخبرته، الضغط على حامل الكره عبد الرحمن رائع في التغطيه الدفاعيه. ماذا قال حكم المباراه؟ يعلن عن وجود مخالفه لمصلحه المنتخب الليبي. 74 دقيقه تقريبا عن الشوط الثاني من المباراه. 1 الجزائر 0 ليبيا من توقيع محيوس. كرة على جهة اليسرى، الانطلاق الصعب لمصلحة المنتخب الليبي ومختار حاضر بالشكل رائع يتدخل ولكن المباراة كيف يتدخل هنا؟ الكرة حاضر والحكم حاضر. صدر ما نزل الأمور الزايدة في نهاية المطاف. مباراة رائعة بين شقيقين في افتتاح بطولة مميزة، حضور جماهيري أكثر من رائع. حابين المتعة في التربية بينهم، حابين حتى الصورة تعكس كلامك جميلة جدا ورائعة بين البلدين. في نهاية المطاف يعني تكون بعض الحرارة الزايدة في عالم كرة القدم الكريمة معروفة في عالم الكرة، ولكن دون الخروج عن الإطار، وهذا مهم جدا بالنسبة للمنتخبين سواء كان الأمر بمنتخبنا الوطني أو شقيقنا الليبي. أنا مجيد بوكرة، حابينك تكون مهندس تتويجنا بهذه البطولة بعد أن كنت مهندسا في تتويجنا بكأس العرب الماضية التي كانت في قطر، وتمكنت من إزاحة المنتخبات الواحدة والثاني، وكنت رائعا ومفكرا ومدبرا ومنحتنا لقبا غاليا. في بطولة كانت أكثر من رائعة، لعبناها وعشناها وفرحنا بها كثير، ومنحت للجزائر التي تستحق وتستحق الخير. والقادم أجمل بحول الله. ركنية ليبيا لعبت تصوير حضاري داخل منطقة الجزاء، مشبع من علي السلامة. هل سمعتم للقائم في الكرة الماضية القائم الأيسر الذي أنقذ الدفاع الجزائري من كرة سلامة موجودة قندوسي؟ ليس وقت ضياع الفرص. الهجوم الليبي والمنتخب الجزائري وجب أن يسجل هذا الثاني ليحمى أكثر ويعطينا ثقة أكبر ويطمنا على 3 نقاط كنا أن نتقاسمها في اللقطة الماضية أمام علي السلامة. للعب الكرة بشكل رائع والصيد القائم الأيسر. نعم في الكرة الماضية القائم الأيسر الذي كان مع المنتخب الجزائري. يا سلام على اللاعب علي السلامة، خرج خلف ظهرك يا العوافي. نعم بالقدم اليسرى، الحمد لله الكرة صارت بالقائم، وإلا لكانت فرصة وإمكانية كبيرة كان قادم من خلالها المنتخب الليبي. يعود إلى أجواء المباراة ويعادل الكفة. رمية تماس العوافي، يوسف عبد الله ضمن الأمامية. نلعب أيضا على الكرات القصيرة والعود لبناء اللعب، ليس أننا تقدمنا في النتيجة نركض إلى الخلف ونتراجع ونخلي الأطيال الأفضلية والمناظرة للمنتخب الليبي. محاولة التسديد من بعيد من قبل رجل عبد القاسم. كرة ليبية في وسط الميدان، هذا اللي كان يسجل. دائما يعرف المناطق التي وجب ان يتواجد فيها، وعندنا الخبره ايضا من قبل عبد الرحمن مزيان. الانطلاق على جهه اليسرى مع العليبي كريم. هل هناك تسلل على العليبي؟ حكم المباراه يقول فعلا ستروح قليلا للعليبي كريم في الكره الماضيه امام دفاع ليبي. قلت قود هذا السلام الخبير
هاي الكرة الصعبة جدا التي حرصت أن تغزى الجماهير الجزائرية، والمتابعة الرائعة من علي السلامة من أمام يوسف العوافي، والقائم الأيسر قال لا وأنقذ المنتخب الجزائري في الكرة والمحاولة الليبية الماضية. كل عناصر المنتخب الليبي لفرسان المتوسط عدد من جديد لمصلحة المنتخب الجزائري طويلة من مختار الخضر في وسط الميدان. صراع كبير لاعبي من فوق هذه المرة وينطلق عندك مزيان على جانب مصطفى راضي وصلت ليحصل دور مزيان. يلا يا مزيان الآن انت عندك العوافي ايضا سريع اعطيه نعم اعطيه الكرة داخل منطقة الجزاء التي على العوافي الثاني كانت قريبة تلعبون بشكل جيد وكيف يجب ان تلعب كرة القدم. الطلب كان مميز جدا من العوافي وقبله ايضا من مزيان. المنتخب الجزائري يقترب من تسجيل اهداف اخرى، لكن ما شاهدناه من خلال هذه المباراة هناك طبعا مستوى مميز لعناصرنا التي ابانت عن التحضير الجيد تقريبا اكثر من عام ونصف. رفقة ماجد بوكالا والخضر يحضرون لهذا المحفل لهذه البطولة وهذا الحدث، وهذا ما نريده من خلال بطولة الشام. الثمار وجب ان الان طبعا تقطف من خلال هذه البطولة. ركنية الى الجزائرية، تواجد عدد هائل وقد صفر ما طمناش، حابين اهداف اكثر، حابين تسجيل ثاني اهداف يضمن لنا اللقاء والانطلاق. وفي الجهة المقابلة الليبي يقول اتمنى ان تمر السلامات، والجزائر يقول اتمنى ان تكون في الشباك. بين دعوات هذا وذاك تلعب الركنية وتاتي الدفاع الليبي. مختار الخضر يبحث عن التسديد بعيدا نوعا ما، مختار تمريرة مميزة والقراءة الدفاعية الليبية بالتشديد الى حرص مباشرة يا مختار ويلعب الى التماس. التماس لمصلحة المنتخب الليبي. مختار بالخيط لعب مباراة أكثر من رائعة على الجهة اليمنى، دفاعيا كان رائع وساهم أيضا في أدوار هجومية مميزة من خلال هذه المباراة، وهذا مهم ومهم جدا بالنسبة لكل ظهير سواء كان أيمن أو أيسر. قوته الهجومية وتواجده أيضا الدفاعي خليه دائما يكون عنده أهمية ويصنع الفارق ويكون مميز مخالفة بزملائه في نفس الوقت. كرة وسط الميدان العوافي يوسف يضرب العوافي ركز قليلا. الكرة كانت قريبة تصل إلى العليمي، وكان هناك أيضا لاعب قندوسي على الجهة اليمنى. علي السلامة يلا يا العليمي يلا يا العليمي واضحة من علي السلامة على العليمي في الكرة الماضية اللي حط جسمه بشكل سليم وتمكن من الكرة وجاب لنا مخالفة مهمة جدا في توقيت 80 دقيقة قبل 10 دقائق من إصدار الستار لنهاية المباراة الافتتاحية لبطولة الشام بمقاصة طبعا على رمضان علي سلامة في الكرة الماضية، ومخالفة في وضعية مناسبة والكرة السانحة لتسجيل ثاني الأهداف لمحاربي الصحراء. عبد الرحمن مزيان وقندوسي خلف الكرات المباشرة والمخالفات للمنتخب الوطني الجزائري. مخالفة صعبة جدا للمنتخب الوطني الجزائري وإمكانية تسجيل ثاني الأهداف بعد مرور 80 دقيقة. المحاربون يبحثون عن الهدف الثاني، يبحثون عن ثاني الأهداف، يبحثون عن الاستماع للصيحات وهيجان جماهير ملعب نيلسون مانديلا. هل ستكون يساريتك يا قندوسي أو يمينيتك يا مزيان؟ أعتقد أنها ستكون لقندوسي من سينفذ الاستعداد الثنائي. هذا مزيان بعيد يا مزيان نوعا ما على مستوى قائمة الدم المتابعة على الرأس، لكنها تحولت إلى مباراة من هذا النوع تكون مستوى نقطة تنفيذ ركلة الجزاء تكون أحسن سهلة أكثر وتكون خطيرة. ده طبعا على الراس ذلك ما تمنيناه أن يكون، ولكن الكرة كانت سهلة لمصلحة الدفاع الليبي. أمامية بحثا عن السد في الصراع. العودة إلى الخلف إلى عكاشة في وسط الميدان. عمر الأخجع العودة لعكاشة من جديد إلى الخلف الآن. منصور مكاري علي سلامة إلى الجهة اليمنى. انطلاقة ليبية
يواصل رقم 19 معاد عايسي خلف الشوط الثاني. كرة ليبيا عمر بخشة حذاري منه صاحب التسديدة القوية جدا يصدها قندوز. كانت من أخطر الكرات الليبية حذاري من الصدو على جهة مصر يحاول المرور. تأتي التغطية من مختار الخيطة واحد على واحد الصدو مختار يختار الصدو والسحاب تفعل هنا حذاري ثم حذاري يا عبد اللاوي. لمن حطمت الكرة بالصدر في هذه الوضعية الصعبة جدا وأمام متابعة ليبية كانت حاضرة في هجوم المنتخب الحرب إبعاد مباشر من قبل سن الدين بلعيد وعطيتها الحرس مرات كان أمام كوكي لكن رجعها المدافع في هذه الوضعية الصعبة قد يخطفها الصد. الله من العناصر بارطاجو خوتي باش كونيكسيون ما تنقطعش. بارطاجو اللي تخلي بارطاجو. اللقب هذا ثقة وجب أن تكون داخل منطقة الجزاء. برافو قندوز أنت رائع يا قندوز. البيح كان تحدث مع الحارس قندوز قال له لماذا تقدم لي الكرة بسرعة لأني كنت انطلقت على الجانب فعلا يتعدد لصاحب قندوز يقدم الكرة الماضية والانطلاقة الجزائرية بوسيلة دعوة في الأمور. أعطيه تمريرة أعطيه مسيار قندوز خطيرة أضرب يا قندوز. كان قريبا قندوسي بالقدم اليسرى هنا لمضاعفة الكفة والنتيجة وتحولت ليبيا في هجمة معاكسة بسرعة. برافو عبد اللاوي شايف عبد اللاوي بشكل رائع والله صراحة على السنة الأولية بدنيا شيء مفرح جدا جاهزين على كافة الأسئلة ومن مختلف الجوانب خاصة من الجانب البدني يخليك تواصل الجانب البدني ليعطيك ربما فرصة أنك تستمر خلال المباريات حتى لو ما تمكنتش من الانتصار في المباراة الأولى ممكن تعود في الثانية تمشي بالثالثة وتتألق في الرابعة تبدأ في الخامسة وتنال اللقب. في نهاية المطاف المجهود البدني والفيزيك مهم جدا في عالم كرة القدم وهذا ما اشتغل عليه الماجيك واشتغلت عليه العناصر الوطنية بالنقطة الطاقم الفني منذ فترة ليست بالقصيرة. كرة عملية تغطية ليبيا بالراس رامي الراس لمصلحة العناصر الوطنية. في صورة دبيح شتاء وسلام وسلام الخير ورضواني والبقية صراحة أمر مهم ومفرح بالنسبة لنا الجزائر. تدخل المنافسات الكبيرة جدا والقوية بدون أسماء موجودة على مستوى كرسي الاحتياط صعب أنك توصل. هذا معروف في كل الفضاءات. عندنا دليل صغير اليوم المهاجم الأساسي اسمه محروس يصيب ووجب أن تجد من يخلف محروس بما هو قادم. ولهذه المباراة أيضا تدخل حاضر مع كمان مباراة يترك مبدأ الأفضلية. لم يكن مبدأ الأفضلية بل الكرة كانت ليبية لم يعلن عن أي شيء. كرة على جهة اليسرى العودة للحارس النافي. 5 دقائق مشاهدينا الكرام متابعينا مثل ما يظهر في الصورة لمن راح يوصل ركلة جزاء في دقيقة 57 منح لنا التقدم والتفوق في مباراة كانت مغلقة وصعبة مثل ما كان متوقع لها أمام منتخب ليبي. كان صراحة لدا قويا جدا كان حاضر صالح إلى أرضية الميدان من جانب المنتخب الليبي في مكان مؤيد جدوره يغادر أرضية الميدان لفائدة المنتخب الليبي. أنا لي بحثا عن كريم عليبي صراع موجود. يلا يا ذبيح أكثر ضغط حابين الضغط اللي كان في الشوط الأول نوصلوا بهذا الشكل. الانطلاقة من القدسي القدسي ينطلق مرة أخرى وقع بالنسبة ويخرج يا عليبي وصلت الآن إلى مزيان مزيان مضروب يا مزيان قوية يا قندوسي يا قندوسي وقفت في المكان الخطأ أمام تسديدة قوية من نجم الاتحاد عبد الرحمن مزيان. كانت قوية وكانت ستعبر يا مزيان. كانت صراحة قوية جدا كنا قادرين من خلالها نصل إلى الهدف الثاني. اصطدمت بقندوسي اللي كانت الهجمة بشكل رائع معليش خيرها بغيرها. نعودوها يا عبد الرحمن ونعودوها يا قندوسي. ليبيا على جهة اليسرى المهاجم الليبي على الجهة اليمنى رقم 6 محمد رجب
إلى ركلة مرمى بعيدة على راشد على هجوم المنتخب الليبي. خط الكرة واضحة إلى ركلة مرمى. بارطاجو خاوتي باش ما تقطعش بعدين مقطعش الكونيكسيون خوتي. بارطاجو ربي يحفظكم. بارطاجو. آخر أطوار المباراة طبعا طويلة أمامية من قندوز إلى رمي التماس. آخر دقيقتين مشاهدينا الكرام عن نهاية المباراة الافتتاحية للفرقة الوطنية في منافسة الشام الذي سيكون مميزا وسيكون رائعا وسيكون مختلفا، لأنه ببساطة أرى بالشهداء الجزائر التي تعرف حق المعرفة كيف تتعامل مع هذه الأحداث. التمريرات الطويلة أمامية باتجاه ذبيح، يستقبل الكرة على جهة اليسرى ذبيح بالقدم اليسرى، مهاري وفنان ذبيح يستفيد من رمية التماس. عندما تخرج الحضري وعندك ذبيح هذا ما يجي. عندما تخرج زكريا دراوي وعندك أسامة شيتا هذا ما يجي. شعيب كذاب يعوض لك، أيضا زين الدين بالعيد، وعندك طاهر فتح الله وعندك مصطفى بالخير. مهم جدا اختيار مدرب الجزائر. نحييها خويا من عنده. يلعب التماس بسرعة. التوزيع داخل منطقة الجزاء سهلة لعلي سلامة. تشتيت الكرة الليبية الأمامية فيها لاعب جزائري ساقط فوق أرضية الميدان. إن شاء الله يكون سليم وعافى. مزيان وصل الضغط ما شاء الله عليه. مزيان قدم مباراة رائعة أيضا، خاصة بمجهود بدني كبير وغزير خلال هذه المباراة. ربيع التماس قال حكم المباراة لطريقة المنتخب الليبي. مصلحة صالح فكر. سلامات سلامات إن شاء الله. كلنا كيف تحدث حتى قبل البداية مرات فيها ناس الأهم فيها النقاط الثلاث إلى غاية الآن للمنتخب الوطني الجزائري الذي بارطاجو خوتي باش ما تنقطعش اللايف ما تنقطعش. بارطاجو. أيضا منتخب الموزمبيق أمام شقيق الليبي. كومونتو مثل ما عودنا المنتخب الليبي كم قوي في هذه المباراة، وهذه بعض الإعادات والتسديدات قوية جدا من قبل عمر مهجر. صور المباراة الجزائرية هذا المبدعين راح يكونوا في المستقبل إن شاء الله. جماهير الجزائر معروفة هذا لمح وجال أسطورة الكرة الجزائرية جي وكوشا وإيمانويل أيضا ديبايور، أسماء التي حضرت واستدعيت من قبل الجزائر فلبت النداء. أهلا وسهلا بكم في بيتكم وفي بلدكم، بلد الكرم والجود الجزائر والأدراك. رمي التماس في تنفيذها يوسف العوافي. طاهر فتح الله الرقم 10 سيدخل الى اجواء المباراه بمعنى صدر عليها يوسف العوافي. كما يقول يلعب بسرعه يوسف، نحن نريد ايضا يوسف كانت بطاقه صدر مجانيه ممكن تكون بدله فيما تبقى من المنافسه. رمي التماس اذا للمنتخب الجزائري. طاهر فتح الله دخل ارضيه الميدان في مكان شعيب كذاب، شعيب ذبيح عفوا، شعيب كذاب موجود على مستوى كرسي الاحتياط. هذا فتح الله لاعب المولودية بطاقة صفراء ثانية أيضا لكريم نعيم. حدثنا عن الحكم أنه صارم، وحدثنا حتى أنه لا يتسامح مع البطاقة الصفراء. معروف هذا الحكم الذي يقود المباراة أبو مكيل توم. قلنا أنه خلال 85 لقاء بالأحد 114 بطاقة صفراء. تصور هذا ما كان ينبغي تحذير اللاعبين يا المصاب. كرة لمصلحة المنتخب الوطني. آخر لحظات المباراة وصلت إلى كريم العلي بتدخل موجود حكم المباراة. هل أعطاه مخالفة؟ يشير الاستمرارية
لمصلحة المنتخب الليبي. وصلت إلى عكاش على جهة اليسرى يحاول المرور، الضغط يأتيه من قبل العناصر الوطنية ويتحول لعلي السلام القائد يقود الهجمة الليبية. 6 دقائق كاملة أضافها حكم المباراة خلال شوط المباراة الثاني. لعبنا منها 3 إلى غاية الآن، متبقية 3 دقائق. وجب التمركز والتركيز بشكل رائع في الخط الخلفي وعدم ترك المساحات للهجوم الليبي بشكل رائع. أيوب عبد الله يتدخل هنا، يضيع عريبي صانع من أجل الكرة العريبي، تحولت لفائدة المنتخب الليبي على الجهة اليسرى بشكل رائع قبل مختار بالخير في الكرة الماضية. تغيير جديد إذا، وكرشة يغادر أرضية الميدان محمد، ودخول طلال فرحات إلى أرضية الميدان. آخر أوراق المدرب الفرنسي طبعا رئيس الفيفا أنفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي، الوزير الأول أيمن عبد الرحمن حاضرون في هذا الحفل البهيج الرائع المميز، والذي سيختتم بحول الله بأول 3 نقاط وفوز المنتخب الوطني الجزائري. شريطة التعامل بحزم داخل منطقة الجزائر أمام هذه المخالفة المباشرة التي تبدو خطيرة لمصلحة الهجوم الليبي. 1-1 أمنيات الليبيين نشاهدها في الصورة. نفذ داخل منطقة الجزائر تمام الرأس، ضغط إلى ركلة مرمى لفائدة كندوز ودفاع المنتخب الجزائري. الخضر المحاربون يستعدون لتسجيل أول 3 نقاط لهم في بطولة الشان في بطولة إفريقيا للمحليين بهدف محيوص من ركلة جزاء عند الدقيقة 57 من زمن المباراة، دقيقة ونصف على نهاية شوط المباراة الثاني. طويلة من قندوز متابعة من رأس من قبل العربي. مخالفة رمية الراس يقول حكم المباراة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. العربي ظهر بالصورة، العربي ظهر بالصورة. الرجل اللي ممكن يعتمد عليه طبعا مجيد مكرر خلال هذه البطولة. كرة سهلة للدفاع الليبي، آخر دقيقة من زمن هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، أشبال مجيد مكرر يتجهون لتحقيق أول 3 نقاط وأول فوز في بطولة الشان المقامة على بلادهم في انتظار نتائج قادمة بحول الله. انتصار و3 نقاط غالية. مباراة من هذا النوع تدخلها بانتصار وانت عندك 3 نقاط وعندك المسابق اثيوبيا ايضا، وجب التحضير له بشكل جيد، خاصة المسابق اللي شاهدناه من خلال المباريات الودية. هذا المستوى عالي جدا واسمع حتى ترجع في المنتخب الاول. وجب احترام كل المنتخبات واللاعب بكل حزم وحزم عقول وبكل قوة واصرار من اجل التألق في البطولة ونيل اللقب بحول الله وقوته. وهذا هو هدفنا. وصلت على الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الليبي حذريا عوافي، المساندات من بنزاق طلعوا بنزاق 1 و2 خرج الكرة هي بنزاق. الآن يا حسام، حذر يا حسام، حذر يا حسام. الانطلاقة الليبية على الجهة اليسرى في مكافأة قانونية. حكم المباراة فعلا لم يعلن عن وجود مخالفة هنا، ولكن أعلن عن وجود ركنية أخيرا لفائدة المنتخب الليبي قبل إعلان الحكم عن نهاية المباراة. ضربة على الصغير عاشق بلده ومحب لأجواء الوطن أسفل الجزائر. تعمل في ركنية لمصلحة المنتخب الليبي الأخيرة من زمن المباراة. تغطية وجب أن تكون الثقة دائما على مستوى القائمة الأول. تغطية براس رائعة من قبل المنتخب الجزائري العربي ورائعة في الكرة الماضية. الكرة الثانية حلالي، التوسيع عابرة داخل منطقة الجزاء، متابعة بالرأس حلالي. الكرة الثانية ما فيها شيء، صعبة جدا في توقيت صعب وفي وضعية صعبة لمصلحة المنتخب الليبي بعد التدخل في الكرة الماضية التي كانت صعبة بعد التوسيع
أعلن عن وجود مخالفة صعبة جدا ستكون الأخيرة. الموت ومثل ما نتمنى نريد أن نتقبل بحول الله وقوته. الحديث هنا مهم جدا. هنا قندوز فقط جسد، والحديث أيضا مع الجماع البشري مهم جدا. عملية التواصل مقرة ومسبق وكل لاعبين منتخب الجزائر سواء يقفون وقفة رجل واحد. أمنية الجزائر تكون سلامات وأمنية ليبيا الشمال. مقارنة بين ليبيا أخيرا من زمان هذه المباراة ستكون صعبة جدا على قندوسي. والكلام عن خطوات والسلام على الكرة المقبلة والجديدة لمصلحة المنتخب الليبي. ونحن ندخل الدقيقة الثانية من زمن الشوط الوقت الإضافي الذي أضافه حكم المباراة. هذه الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الليبي تنفذ بشكل جميل وتغطية دفاعية حاضرة على مرتين. حذري الإبعاد يا مزيان، فعلا يبعد الكرة مزيان. خلاص انتهى كل شيء. آخر كرة واللحظة مشاهدينا الكرام هذا حكم المباراة. هذا كان حكم المباراة. سنرى وسنتابع. هنالك شيء سنشاهد الكرة التي لعبت ما فيها ولا شيء. يد ملتصقة واللحظة مشاهدينا الكرام متابعين أينما كنتم حيثما تواجدتم.